ما ينفعش ترند يطلع وما نجربوش، وكمان الترند ده يستحق التجربه. كيكه الكرانش شوكو، تعالوا نجربها مع بعض ونشوف مقاديرنا ايه. يلا بينا نبدا. تعالوا بقى نشوف المقادير بتاعتنا ايه. عندي كوبايه ونص دقيق، كوبايه الا ربع حليب، نص كوبايه زيت، نص كوبايه سكر، 2 بيضه، معلقه كبيره بيكنج باودر، معلقه نسكافيه، 3 معالق كاكاو غير محلى، والفانيليا طبعا اخر حاجه. تعالوا بقى نبدا ونعمل الكيك بتاعنا. بعد ما شفنا المقادير تعالوا بقى نبتدي نشتغل في الكيك بتاعنا. هنشتغل بالمضرب اليدوي عادي جدا خالص، مش هتاخد معانا اي وقت اصلا. اول حاجه هنزل بالبيض عندي، ننزل بالسكر، رشه فانيليا، اخفقهم بس الاول كده كويس مع بعض. السكر كده ايه يدوب معايا شويه. انزل عندي بالحليب، الزيت، كمل بقى ايه خفق فيها كده تمام كده. هنزل عندي بقى بالايه بالمواد الجافه بتاعتي. اول حاجه الدقيق، يا ريت الدقيق يكون بس ايه منخول كويس. هننزل بالكاكاو بس ايه برضو هننخله عشان لو في اي قطعه بس كده ايه ما تبقاش في تكتلات عندي. هننزل بقى بالقهوه سريعه الذوبان. هنلم بقى ده كله كده مع بعض كويس. هننزل بقى بالبيكنج باودر كده، نخلطهم بس كويس يعني. مجرد ما الاقي كده كله تجانس مع بعض يبقى كده بالنسبه لي تمام قوي. تعالوا بقى نشوف القوام بتاع الكيك بتاعنا كده. تمام كده، مش تقيل قوي ولا خفيف معايا، حلو قوي كده. انا جهزت القالب اللي هو بتاع الانجليش كيك ده. عايزه تعملي في الصينيه المدوره اي صينيه عادي مفيش مشكله، بس انا حابه اعمله في ده. تعالوا بقى ننزل كده ننزل بالخليط بتاعنا بقى كده. جهزت الكيك بتاعي، هدخله الفرن على درجه حراره 180. هياخد معايا يعني من 40 ل 45 دقيقه. هبص عليه برده بس مش هفتح عليه الا بعد نص ساعه. هخبطه بس كده ايه خبطتين حلوين عشان لو في اي فراغات ولا حاجه. انا مجهزه الفرن عندي، مشغله من تحت بس مش هشغل فوق معايا. تعالوا بعد ما فات 40 دقيقه نبص على الكيك بتاعنا ونشوف استوى ولا لا. يلا بينا. نفتح كده، بصوا بقى شكله عامل ازاي اصلا. شايفين الكيك بتاعي عالي ازاي معايا. تعالوا نخرجه وهنشوفه كمان. انا عايزاكم تعتمدوا طريقه الكيك دي في اي وصفه كيك معاكي. تمام، خارجه نضيفه اهي معايا. يبقى الكيك بتاعي استوى. هركنه على جنب اسيبه يهدى خالص وبعدين نبتدي نشتغل. تعالوا بقى نشتغل في الطبقه الثانيه بتاعتنا ونشوف هنعمل ايه. تعالوا بقى نجهز الطبقه الثانيه بتاعتنا. الطبقه الثانيه دي عايزه اقول لكم غنيه جدا جدا، يعني طعمها دي بقى هي الطعم الاساسي بتاع الكيك بتاعنا. نص كوبايه حليب مكثف، ونص كوبايه قشطه، كوبايه الا ربع حليب عادي. تعالوا بقى نشتغل مع بعض ونشوف هنعمل المكونات الجميله ديت اللي هي بصوا اساس الكيك بتاعنا ازاي. يلا بينا. هنزل كده عندي بالكريمه، واحنا المفروض هنحط كل المكونات بتاعتنا كده مع بعض. هننزل بالحليب المكثف، لو ما فيش الحليب المكثف ممكن نستخدم اللي هو السكر البودر. هننزل بقى بالقشطه، هنزل بالحليب مش هنزل بيه كله بس هنزل بنصه كده الاول. كده جهزنا الطبقه الثانيه. انا عايزه اقول لكم هي خطواتها يعني كتيره شويه بس مش هتاخد معانا وقت، بس تستاهل تجربوها. تعالوا بقى نجهز الطبقه بتاعه الكيك. يلا بينا. تعالوا بقى الكيك بتاعنا برد. تعالوا نقطعه، نطلعه كده، نقلبه الاول. بصوا عامل ازاي معايا، خرج معايا تمام طبعا علشان انا دهنت الصينيه كويس. هقطعه كده شرايح مربعه بالشكل ده. شايفين الكيك من جوه معايا عامل ازاي. الكيك عندي جاهز قطعناه ما شاء الله. شايفين عمل معايا اصلا كميه قد ايه. تعالوا بقى كده ايه نجيب البايركس بتاعنا اي صينيه عندنا كده ونبتدي هنرص كده الكيك بالشكل ده عادي، بالشكل اللي تحبيه يعني، اي شكل عشوائي مفيش مشكله. اهم حاجه ايه نحاول ما نخليش فيه فراغات كده ايه فاضيه. عايزين الصينيه كلها تبقى مليانه بالكيك. معايا هنا كوبايه حليب، سيحت حوالي معلقتين شوكولاته وحطيتهم عليها، يعني حليب بالشوكولاته. نبتدي بقى ايه نسقي الكيك كده الطبقه دي كلها كده بالايه بالحليب اللي هو بالشوكولاته ده. كده جهزنا اول طبقه معانا. تعالوا بقى نجيب الطبقه الثانيه اللي جهزناها وحطيناها في الثلاجه ونحطها عليها. يلا بينا. كده جاهزه معانا اهي، دخلناها طبعا الثلاجه قعدت معايا حوالي نص ساعه. تعالوا بقى ننزل بيها كده. تعالوا بقى نغرق كده الكيك بتاعنا بقى بالطبقه الفظيعه دي. هنفرد بقى الطبقه كويس كده نوزعها كده. عملنا الطبقه الاولى والطبقه الثانيه. هدخلها التلاجة تقعد معايا حوالي نص ساعه لساعه وبعدين نخرجها نحط عليها تالت طبقه. استنونا. تعالوا بقى نعمل تالت طبقه معانا اللي هي الشوكوبايتس. هنعمله ازاي؟ عندنا هنا كوبايتين اللي هي الحبوب بتاعه الكورن فليكس دي اللي هي بالشوكولاته، معلقتين كاكاو، وهناخد معلقتين صوص شوكليت عليه حليب. تمام كده. نحاول بقى نجيب علبه كده ايه ليها غطا عشان نعرف نتحكم في اللي احنا هنعمله دلوقتي. هننزل بقى بالشوكولاته
هنقلبهم نغلف الايه الحبوب كلها كده بالشوكليت. شايفين ده شكلها كده. ننزل بقى بالكاكاو. يلا بينا بقى. كويس بقى، اهم حاجه عشان الحبوب كلها تتغلف معايا بالكاكاو والشوكليت كويس. تعالوا بقى نشوف شكل الكورن فليكس بتاعنا. شايفين شكله؟ بصوا اللون كده. جهزنا الطبقه الاخيره اللي هي الشيكو بايتس. شايفين بقى شكل الحبوب عامله ازاي. تعالوا بقى نطلع الكيك بتاعنا ونشوف هنعمل ايه مع بعض. كده طلعنا الكيك، قعد معايا ساعه في التلاجة عشان الطبقات طبعا تمسك معايا كويس. عندي هنا حوالي 250 جرام شوكولاته، حطيت عليهم كوبايه حليب وسيحتهم بالشكل ده. دي الطبقه بقى بتاعتنا الايه الخطيره اللي هنحطها من فوق. تعالوا بقى نحطها نصبها كده على نوزعها بالشكل ده بقى كده. هنوزع بقى طبقه الشوكليت كده. عايزه اقول لكم احنا مش اي ترند بنجربه، بس في ترندات كده تحس لا دي لازم نجربها يعني. هدخلها التلاجة تاني يعني نص ساعه كمان بس يمسك معايا الطبقه الاخيره عشان نحط اخر طبقه معانا. استنونا. تعالوا بقى خرجناها بعد ساعه. خدت معايا ساعه في التلاجة علشان الطبقات تبقى متماسكه كده وحلوه معايا. اخر خطوه بقى معانا هنحط الشيكو بايتس ده، هنحط عليها. يفضل ان نحطها لما نخرجها من التلاجة، يعني ما ندخلهاش التلاجة بيه، فاهميني؟ او اللي بتيجوا تقدموها تروح حاطين عليها اخر طبقه دي بقى بالشكل ده. بصوا بقى شكل الصينيه عامله ازاي. بصوا شكل الكيك، يعني الطبقات بتاعته بصراحه خطيره. ما تنسوش لو عجبتكم الوصفه تعملوا لايك وشير وفولو. باي باي.